في قرية هادية من قرى كفر الشيخ وبالتحديد في عزبة نصر، الناس صحيت على منظر مرعب. توك توك مقلوب جوه مصرف، وتحت التوك توك كانت المفاجأة: جثة شخص مجهول ومحدش فاهم ايه اللي حصل. هل ده حادث ولا انتحار ولا جريمة مدبرة؟ وكل الاحتمالات كانت مفتوحة، لكن الحقيقة كانت أبعد من كل التوقعات. استعد بقى عشان تسمع قصة بدأت من سنين وانتهت نهاية محدش كان يتخيلها. أهلا بيكم، أنا سمير يحيى، ولو دي أول مرة تشوفني فأنا بقدم محتوى عن الجرائم والقضايا الغريبة. فلو أنت مهتم بالمحتوى ده ياريت تعمل اشتراك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نشوف بداية الحكاية. جريمة النهاردة حصلت سنة 2022 في ليلة عيد الفطر، بس الحكاية بدأت قبل كده ب10 سنين. والحكاية بتبدأ مع شاب اسمه حسني من قرية اسمها الطواحنة تابعة لمحافظة كفر الشيخ. حسني كان عنده في الوقت ده 32 سنة وكان عايش في بيت أهله. حسني كان شاب بسيط وكان مكافح وبيحب يتعب ويشتغل عشان يصرف على نفسه. وحسني قرر يسافر عشان يقدر يكون نفسه ويتجوز، وقعد يشتغل كام سنة لحد ما وضب شقته في بيت أهله، وبعدها قرر ينزل مصر عشان يستقر ويتجوز. وكان في نفس القرية اللي هو فيها بنت اسمها نيرة، كان عندها في الوقت ده 22 سنة وكان بيتها قريب من بيت حسني، يعني كانوا جيران. وحسني كان معجب بنيرة وكان على طول بيبص لها بإعجاب، وهي كمان لاحظت كده وكانت بتبادله نفس نظرات الإعجاب. وحسني قرر إنه يرتبط بنيرة بشكل رسمي ويتجوزها، فبيكلم عيلته وبيقول لهم إن هو معجب بنيرة وإنه عايز يتجوزها، وهم بيوافقوا. وده لأنها كانت جارتهم وكانوا عارفينها وعارفين أهلها وكانوا شايفين إنها هتكون مناسبة لحسني. وفعلا بيطلبوا ايد نيرة وتتم الخطوبة بشكل رسمي، وبعدها بكام شهر بيتجوزوا. وكان حسني بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلي نيرة مبسوطة لانه كان بيحبها جدا، وكانوا عايشين حياة هادية وسعيدة. وبعد كده ربنا رزقهم ببنتين وولد. حسني كان سعيد جدا بأسرته، مراته اللي بيحبها وأولاده اللي روحه متعلقة فيهم. بس مع الوقت العيشة بدأت تبقى أصعب لأنه أصبح مسؤول عن زوجته وعن 3 أطفال. وحسني بقى حاسس إنه مش قادر يكفي على مصاريفهم، خصوصا إنه بيشتغل عامل بسيط وكان دخله قليل ومش مكفي. وكمان الفلوس اللي كان محوشها من الغربة بدأت تخلص. ومع إحساسه بالمسؤولية تجاه أسرته قرر إنه يرجع يشتغل تاني بره مصر. ولما عرض الموضوع على نيرة كانت مرحبة جدا بالفكرة وشجعته عليها، وده لأنها كانت نفسها إن عيشتهم تكون أفضل وإنه يحسن وضعه المادي. وفعلا حسني ربنا بيوفقه وبيسافر على واحدة من دول الخليج، ووضع حسني المادي بدأ يتحسن وبقى يبعت لأسرته كل شهر مصاريفهم اللي تكفيهم وزيادة. وكمان بقى يحوش مبلغ كويس كل شهر. وبعد ما تمر حوالي سنة بتقنع نيرة حسني إنه يشتري حتة أرض وإنه يبني عليها بيت، وكانت بتقوله إنها نفسها تنقل في بيت جديد. بس حسني ما كانش موافق وكان بيقول لها إنه مطمن عليها وهي قاعدة في بيت أهله، خصوصا وهو مسافر ومش موجود معاهم، وإنه مش مرتاح لفكرة إن هي تقعد هي وأولاده في بيت لوحدهم. بس نيرة كانت بتقوله إنها نفسها تبعد عن المنطقة اللي هم عايشين فيها وإنها مش مرتاحة في بيت العيلة. وحسني ما كانش مرتاح للفكرة دي تماما، بس مع إلحاح وزن نيرة عليه وافقها وسمع كلامها. وحسني مع أول أجازة ينزلها لمصر يشتري حتة أرض عشان يبني عليها البيت، ومع كل أجازة كان بيعمل حاجة في البيت، وكمان كان بيبعت لها فلوس عشان تكمل باقي التشطيبات. وفعلا البيت اتشطب وبقى جاهز ان هما ينقلوا فيه، وبتنقل نيرة هي واطفالها في البيت الجديد. وحسني كمان بيفتح محل بقالة في الدور الارضي في البيت وبيخلي نيرة تقف فيه، وهو كمان لما بينزل اجازة لمصر عشان يدخل لهم اي دخل يساعدهم في مصاريف المعيشة. وكان حسني بيجيب عيش وبيغلفه وبيبيعه في محل البقالة، وكان بيتعامل مع فرن عيش من نفس المنطقة، وكانت الفرن دي بيشتغل فيها واحد اسمه علاء. وعلاء كان عنده 32 سنة في الوقت ده وكان بيشتغل صنايعي نقاش. بس مع فترة انتشار الكورونا شغل المعمار والتشطيبات قل جدا، فعلاء قرر انه يشتغل في فرن عيش. وكان حسني بيروح له ياخد منه العيش، ولما كان بيكون مشغول كان بيتصل على علاء، وعلاء كان هو اللي بيجي ويجيب له العيش. ونشأت بين حسني وعلاء علاقة صداقة برغم فرق السن اللي بينهم، لأن حسني في الوقت ده كان عنده حوالي 40 سنة. وبعد مرور حوالي 3 سنين، يعني حسني كده بقاله 5 سنين في الغربة، ولأنه كان مرتبط جدا ومتعلق بنيرة وبأولاده، حسني بيفكر يرجع مصر ويستقر. وده لأنه ما بقاش قادر إنه يتحمل إنه يكون بعيد عنهم أكتر من كده، وكمان لأنه كان حسن وضعه المادي وحوش مبلغ كويس، ده غير إنه بنى بيت كويس، فبقى شايف إنه ملوش لازمة إنه يبعد عنهم أكتر من كده. والطبيعي لأي واحدة جوزها مسافر وبيبلغها إنه هيرجع ويستقر في مصر إنها تكون مبسوطة وفرحانة جدا. لكن الغريب هنا إنه لما حسني يبلغ نيرة إنه هيرجع يستقر في مصر
اعترضت بشدة وقالت له ان مصاريفهم كتير، وانه لو رجع لمصر مش هيقدر يكفي على مصاريفهم ولا هيقدر يسد احتياجاتهم. وحسني كان مستغرب جدا من رد فعلها، وبدأ يحس ان نيرة اتغيرت وبقت مادية جدا. نيرة كمان كانت بتتعمد انها تطلب منه فلوس كتير وحاجات فوق طاقته عشان تحسسه وتعرفه انه لو رجع مش هيقدر يوفي على احتياجاتهم المادية. بس حسني كان مقرر انه هيرجع، وانه ان شاء الله ربنا هيكرمه وهيقدر يظبط اموره كويس في مصر. وفعلا يرجع حسني لمصر وهو مشتاق جدا لنيرة مراته اللي ما شافهاش من اخر اجازة نزلها لمصر. بس حسني بيتفاجئ ان نيرة بتقابله ببرود غريب، وانها كمان بتتخانق معاه عشان نفذ اللي في دماغه ورجع لمصر. حسني بيستغرب جدا من رد فعلها، بس هي بتقوله ان هي كانت عايزاه يقعد فترة اطول عشان يأمن مستقبله ومستقبل عياله. وعشان حسني متعود انه يشتغل، وبالرغم من انه حوش فلوس من الغربة، لكن حسني بيشتري توك توك وبيشتغل عليه. وكان بيشتغل على التوك توك فترة النهار، وكان بيقف في محل البقالة بالليل، وكانت الدنيا ماشية. اما نيرة فعلاقتها مع حسني في الوقت ده ما كانتش احسن حاجة، وده لانها كانت دايما مش راضية عن العيشة، وكانت شايفة ان سفر حسني افضل ليهم وليه، وكانت دايما بتطلب منه انه يرجع يسافر تاني، لكن حسني كان بيرفض. وكان بيقول لها انهم عايشين كويس وانهم احسن من غيرهم. وفي ليلة عيد الفطر، يعني اخر يوم في رمضان، حسني بيخلص شغل على التوك توك وبيروح يفطر. وبعد الفطار بتجيله مكالمة، وبعدها بيبلغ نيرة وبيقول لها انه جاله مشوار وفي حد طلب منه انه يوصله، وانه هيروح يخلص المشوار ده ويرجع على طول. ولكن نيرة كانت بتستغرب لان حسني ما كانش بيحب يشتغل بالليل، وبتقول له مش لازم تروح، خليك قاعد احسن مع عيالك. بس هو بيقول لها انه مش هيتأخر وانه هيرجع على طول. وبعدها بكام ساعة تتصل نيرة على حسني عشان تشوفه اتأخر ليه، لكن حسني ما كانش بيرد على التليفون. وبعدها بشوية بتكرر الاتصال، بس بتلاقي تليفونه اتقفل. فبتتصل على اخوه عبد العاطي وبتبلغه ان حسني نزل مشوار بالتوك توك وانه اتأخر قوي، وانها بدأت تقلق عليه. واخوات حسني بينزلوا يسألوا ويدوروا عليه في القرية كلها، بس حسني كأنه فص ملح وداب. وتاني يوم الصبح بيروح اخوات حسني على اسم الشرطة وبيعملوا بلاغ بتغيب حسني، وخبر اختفاء حسني بينتشر في القرية كلها. واثناء ما كان اهل حسني واخواته قاعدين في قلق وخوف وعندهم امل في رجوع حسني، بتحصل حاجة غريبة. واحد من اهل القرية بيتصل على اخو حسني وبيبلغوا انهم لقوا توك توك واقع في المصرف اللي في اخر القرية. وبسرعة بيروح اخوات حسني على هناك، وبيلاقوا فعلا ان التوك توك ده هو نفسه التوك توك بتاع حسني. ولما بيحاولوا مع الناس ان هم يطلعوا التوك توك، بيتفاجئوا ان جثة حسني تحت التوك توك. وبعدها بيوصل رجال الأمن والمعمل الجنائي لمكان الحادث، وبيتم نقل الجثة للطب الشرعي عشان يطلع في تقرير الطب الشرعي إن حسني اتعرض لأكتر من طعنة في أجزاء متفرقة من جسمه قبل ما يتم إلقائه في المصرف. وبعد كده بيتم استدعاء إخوات حسني وأهله وكمان أهل المنطقة عشان يتم استجوابهم، وكلهم أجمعوا إن حسني كان شخص طيب جدا ومحبوب، وانه ما كانش ليه اي اعداء، وان محدش متخيل انه كان ممكن يحصل فيه كده. ولما بيتم سؤال نيرة عن الشخص اللي حسني كلمه ليلة الحادث عشان يوصله، بتجاوب انها ما تعرفش، وان حسني ما قالهاش مين الشخص ده. وبعد كده رجال الامن بيعملوا رصد الكاميرات المراقبة في المنطقة، وبيحاولوا يتابعوا خط سير التوك توك بتاع حسني عشان يظهر في كاميرات المراقبة شخص بيركب مع حسني في مكان قريب من المصرف اللي تم العثور على التوك توك وجثة حسني فيه. والشخص اللي ظهر في كاميرات المراقبة كان مفاجأة لأهل حسني. رجال المباحث لما عرضوا صورة الشخص اللي ظهر في كاميرات المراقبة، أهل حسني اتعرفوا عليه بسرعة. ومع دهشة أهل حسني بيطلع الشخص ده علاء، اللي هو صديق حسني اللي بيشتغل في فرن العيش. وبسرعة بيتم القبض على علاء، لكنه بينكر إنه شاف حسني أصلا يوم الحادث. بس لما بيتم مواجهته بكاميرات المراقبة بينهار وبيعترف. بس المفاجأة اللي محدش كان يتوقعها إن علاء بيعترف لرجال المباحث إنه هو فعلا عمل كده، ولكن مش من نفسه، وإنه تم تحريضه من نيرة مرات حسني. وبيحكي لرجال المباحث انه نشأت بينه وبين نيرة علاقة من سنين، وده لانه كان بيروح بيت حسني عشان يوديلهم العيش في محل البقالة، واحيانا نيرة هي اللي كانت بتروح له فرن العيش. ومن ساعتها وبدأوا ياخدوا ارقام بعض وبدأوا يتكلموا مع بعض، وبدأت تنشأ بينهم علاقة، والعلاقة دي اتطورت لعلاقة غير شرعية. والموضوع استمر طول السنين اللي حسني كان مسافر فيها. وانه لما حسني قرر يرجع ويستقر في مصر، حسوا انهم مش هيعرفوا يتقابلوا براحتهم، وان نيرة حاولت تقنع حسني انه يرجع يسافر مصر من تاني، لكنها فشلت في ده. وهنا قررت نيرة انها لازم تخلص من حسني، وبعدها تورثه وتعيش هي وعلاء براحتهم، لانها لو طلبت الطلاق من حسني مش هتاخد اي حاجة وهتبقى خرجت من غير اي حاجة. وفي الحقيقة انا مستغرب جدا من القذارة دي، يعني خاينة وطماعة في نفس الوقت.
المهم انها بتبلغ علاء انه لازم يخلصها من حسني، ولكن علاء بيقول لها انه مش هيقدر يعمل كده وانه الموضوع مش سهل بالنسبه له، وانها ممكن تحط له سم في الشاي او في العصير وان ده هيكون اسهل. يعني علاء ما كانش عايز يقتله مش لانه عنده ضمير او لانه رافض فكره القتل، علاء بس ما كانش عايز يتورط هو في الموضوع، لكن فكره القتل كانت بالنسبه له ما فيهاش اي مشكله. ونيره حاولت فعلا تحط لحسني سم في الشاي، لكن حسني كان بيلاقي طعم الشاي غريب فكان بيرفض يشربه، وطبعا ما كانش بيجي في باله انها ممكن تكون حطاله سم في الشاي. ولما الموضوع بيفشل مع نيره بتكلم علاء من تاني وبتبلغه ان هو اللي لازم يخلص منه وانها فشلت في ده، وانه لو ما عملش كده ينسى انه يعرفها وانه مش هيشوفها ولا يلمسها مره تانية، وزي ما تكون نيره عامله له سحر. علاء برغم خوفه وتردده لكنه في الاخر بيوافق، ونيره هي اللي بترسم له الخطه اللي هيمشي عليها. وفي يوم الحادث بيكلم علاء حسني وبيطلب منه انه يوصله مشوار ضروري، وبالرغم ان حسني مش بيحب يشتغل بالتوك توك بالليل لكن علاء بيلح عليه وبيقول له انه هيديله اللي هو عايزه وانه مشوار ضروري جدا. وفعلا بيقابله حسني في منطقه قرب المصرف وعلاء بيركب معاه التوك توك، وبعدها حسني بيتفاجئ ان علاء بيطعنه اكتر من طعنه بالسكينه، وبعد ما يتاكد انه مات بيزقه بالتوك توك في المصرف او في الترعه عشان يداري على جريمته. بعدها بيتم القبض على نيره وبيتحولوا هما الاتنين للمحاكمه وبيتم الحكم عليهم بالاعدام. ربنا يرحم حسني ويصبر اهله، وشكرا ليكم على المتابعه.